قبل ما نبدأ يلا نصلي على النبي. فيلمنا النهاردة اسمه حرب كرموز. فيلمنا بيبدأ بالبنوتة هند وهي بتغزل والهوا بيطير الطرحة بتاعتها، فبتنزل علشان تجيبها، ولكن من سوء الحظ إن في خيال إنجليز جوا عايزين يتحرشوا بيها، ولكن هي بتقاوم وبيسمع صوتها علي كان بيقرأ في القرآن، فبيصحي أصحابه الاتنين سعد وإبراهيم وبيطلعوا يجروا على مصدر الصوت، ولكن بيكونوا الجوز جنود خلصوا اللي كانوا عايزينه. فلما بيجي علي وإبراهيم وسعد بيقولوا لهم إن هم يروحوا وإلا هيعدوا لحد 5 وهيضربوا بالنار، فعلي بيتقدم ولكن الجندي بيضربوه في قلبه بالرصاص، فأصحابه الاتنين بيجروا عليهم وبيتضربوا، إبراهيم بيضرب وسعد بيتضرب، وكان الجندي هيخلص على سعد ولكن إبراهيم بيلحقه وبيحوشوا عنهم وبيروح للجندي التاني وبيخلص عليه، وبعد كده بيروح يشوف صاحبهم علي ولكن بيلاقوه مات. وبعد كده بنروح بالفيلم الحتة تانية خالص عند الضابط يوسف المصري وهو بيجهز وبيصبح على أخته الصغيرة كالعادة، وبيروح يصبح على أخته الكبيرة وبقول لها إنها نكدية زي أمها ولكنها قلبها أبيض. وبعد كده بروح القسم وهناك بيقابل زوبة المشخلعة وكانت عايزة تختم رخصتها الحمراء، فبقول لها أنا ماشي بمبدأ يغرم القارون ولا إني أبقى بقرون. وبروح الحجز وبيشوف عزة الوحش الشهير بأمك صاحبتي، وبروح المكتب وبلاقي هند اللي الإنجليز اعتدوا عليها، فبيسأل العسكري مين دي، فبقول له إنها كانت عايزة تموت نفسها ولكن عسكري منعها. نروح لمعسكر الجيش الإنجليزي في الإسكندرية، بيبلغوا إن مارك وستيفن اختفوا من امبارح، وبنلاقي إن سعد وإبراهيم قاعدين في المركب جنب الجثة، وبقول له إبراهيم إنه لو سلموا نفسهم هيعدموهم، ولكن سعد بيرد عليه وبقول له إنه في ضابط اسمه يوسف ده راجل ومش هيعمل كده، وبيلاقيه نازل عليهم بياخدهم الاسم، فسعد بيقول له ده جزاتنا إننا نتحبس، فمارك بيقول له أنت ما تعرفش أنا مين، أنا عمي فرانك آدم. فيوسف برد عليه وبقول له أنا الضابط المصري، خدوه على الحجز. نروح عند فرانك بروح له النائب المصري، وفرانك بيقول له يجيب ماركو والولدين، ولكن النائب بيقول له ان الضابط يوسف عنيد ومش هيوافق، فبيعمل اللي عليه وبروح الاسم وبيحاول يحل، لكن يوسف بيقول لهم اطلعوا برا، فالضابط الانجليزي بيمسك فيه فيوسف بيحبسه هو كمان، فالجيش الانجليزي بيتحرك ناحية الاسم وبيلاقي الجندي المجنون اللي هو بيكا حابسينه، وكان صالح بلفلف، ولكن بيلاقي عربيات الانجليز متحركة ناحية الاسم فبيجري علشان يبلغ الضابط يوسف، وبيطلع السلاح والذخيرة ووزعها على العساكر، والانجليز كانوا حاطوا الاسم وبيدوا ورقة لطالب تالتة تاني يقرأها انه يسلم الضباط البريطانيين والمجرمين والا بعد غروب الشمس هيبدأ الضرب. فزوبة بتعرف من هند ان كل اللي بيحصل ده كان بسببها وان كان في ضابط هايج، قالت لها كان يجيلي وانا ابسطه. فرانك بقول لهم يقطعوا المي عن الاسم، فبروح صالح للصول عبد العزيز علشان يخرجوا المساجين، وبالليل العساكر اللي معاه اللي عايز يمشي يروح، فكلهم بيقولوا له معاك فانتن، ولكن فرانك بيقول لهم كله يستعد لضرب النار. وصالح بعد ما بخرج المساجين بفجر البدروم، ولكن عصفورة بينزل من السقف وبياخدوه للضابط يوسف، وفرانك بيرن على يوسف وبيهدده باخواته البنات وبيقول له معاك ساعة واحدة بس، فعصفورة بيقول له انه هو هيعرف يخرج ويروح لهم وانه كان بالليل اصلا هيهرب، فكان صالح عايز يروح معاه. فعصفورة سأله آخر مرة نطيت من على المواسير امتى، فسكت، فقال له ما بينطش، فصالح عطاه تذكار، ويوسف بيقول له لما يروح عند البيت يقول لنوال انها نكدية زي امها، وفرانك بيدي عنوان بيت يوسف لواحد من الضباط علشان يجيب اخواته، فيوسف بخلي زوبة ترقص وبيشغل اغاني علشان يغطي على عصفورة، وعصفورة من بيت لبيت ومن سطوح لسطوح لحد ما بيوصل، وبيسيب التذكار اللي كان عطيه له صالح وبيرجع الاسم تاني، وبقول له نوال بتقول لك لكن قلبها ابيض زي امها، ووداهم عند ناس قرايبهم، وبيطلع التذكار كان بتاع مارك وبيبدأ الضرب من كل حتة، فبروح صالح يطفي النور ويوسف بيروح يجيب مارك وبيهددوا بيه، وبيظهر عزة الوحش وبيقتل عسكري انجليزي كان بيأند على يوسف وبقول له كانت امه صاحبتي. وصالح كان بيوزع العساكر بعيد عن الشبابيك ولكن بتجي رصاصة في قلبه، فبيروح يوسف يفش غله في مارك وبروح يدفنوا صالح. اما فرانك بيطلب النائب وبقول للعساكر يفكوا الضابط المجنون، ولما النائب بيجي بقول له انه هيعلن حالة العصيان المدني على الضابط يوسف، ودبابات الانجليز هتطوق الاسم ومعهم قوة من الجيش المصري، فبقول له طالما انتوا عاملين كل ده عايزين الجيش المصري في ايه؟ قال له لان عندنا 2 عساكر جوه دمهم غالي. فبرد عليه النائب وبقول له يعني ولادكم دمهم غالي واحنا ولادنا ولاد كلب؟ فبص له البصة دي. بيتم الإعلان في الراديو عن تمرد الضابط يوسف المصري، فعزة الوحش بروح له وبقول له أنت خايف؟ قال له لا، فقال له أنا كنت بطمن. بروح الضابط الإنجليزي وبخرج الضابط المجنون من الحبس، وعزة الوحش كان ببص من الشباك فبيلاقي قوات الإنجليز بتزيد، وبقول له يوسف تفتكر إن هم مستنين الليل علشان يلعبوا معانا عريس وعروسة؟
وبيجي تليفون فبيرد يوسف وبيكون النائب وبقول له الانجليز مستنيين فرقة من الجيش المصري واللي مكلف بالضرب الضابط حمزة الهواري. فيوسف بيقول انه هيروح له علشان يعرفه ايه اللي بيحصل، وهيكون المتصرف الوحيد في الاسم مكانه لحد ما يرجع هو عزة الوحش. فبروح هو وعصفورة عند بيت حمزة وبقول له لو لقيت حركة غريبة غني يا عزيز عيني. فعصفورة بقول له صوتي وحش، فيوسف بقول له يبقى كده انا هتمسك. فبيطلع له يوسف وبعرفه اللي حصل. فبرد عليه حمزة وبقول له انا مش هقدر اخالف الاوامر العسكرية وانا لابس البدلة. فيوسف بقول له خلعها. فبتدخل بنت حمزة، فيوسف بقول له كبرت بنتك ربنا يحفظها وما يجعل ابن حرام يأذيها زي هند. وبتيجي قوات انجليزية، فبيطلع له عصفورة فوق وبقول له انه نسي الاغنية. فبيطلعوا يجروا على السطوح، وعند الاسم عصفورة رجله بتتزحلق وبيشوفوه 2 عساكر. فيوسف بينقذه وبيقتلهم، وعصفورة بيقول له يطلع الاول علشان هو اسرع منه وبيأمن له المكان. فبيجي عسكر انجليزي فبيقتله وبيتصدم لانه اول مرة يقتل. فالانجليز بيجوا على السطوح يمسكوه، وفي الصبح بينصبوا له المشنقة وبيقولوا ليوسف ممكن نسامحه لو طلعت وانت اتشنقت مكانه وهنحوش من عليه التهم. فبيحاولوا يقنعوه انه هو ما يخرجش، وبيتخانق هو وعزة الوحش، وفي الاخر بيطلع وبيقف مكان عصفورة وبقول لهم لو حياتي وجعتكم فموتي هيوجعكم اكتر. وبيشنقوه، ولكن عزة الوحش بيكون مأند على الحبل وبيضربه. وبتيجي قوات حمزة الهواري وبيضربوا في الانجليز، وبيدخل الشعب المصري حتى اللي كان بيقرا الخطاب ضرب في عسكر انجليزي. وبتخش الدبابة الاسم فبيفجروها، وبيروح يوسف يضرب مساعد ادم وبيقتله. وفرانك ادم بيقول لعسكري انه يطلع العسكري المجنون، وبينزل في الناس ضرب، وبيروح يدخل الاسم وبيقتل الاول والتاني والتالت. بيشوف زوبا وهند وبياخد هند وبيقول لها فين مارك. فبيجي له يوسف وبيتضاربوا. يوسف بيضرب ضربة مصري وبويكا بيضربوا ضربة اجنبي، ولكن بعد ما بيبهدلوا فيوسف بيمسك طفاية الحريق وبيضربوا بيها. وفي الاخر بيلبسوا شنطة المتفجرات وبيفتح قنبلة وبيديله واحدة This is كرموز. ويوسف بياخد ماركو وبيطلع بيه، وبيجي معاه ابراهيم مساعد وبيلحقوا مساعد ادم. وعصفورة بيطلع بزوبة وهند من الشباك، وعزة الوحش بيلحق يوسف وبيخبط عربية من بتوع الانجليز ولكن بيتصاب. فبقول كده كده ميت. فبيقابل عربية تانية الوش في الوش. اما فرانك ادم بيدخل عليه الطلبة وبيعملوا معاه الدنيئة. ويوسف بياخد ماركو بيسلم نفسه، والمحكمة بتصدر امر بالاعدام بالرصاص. فالسقا بيروح له بيقول له انت مذنب. فكان يوسف هيرد قال له لا مش مذنب، وبيديله شهادة وفاته وورق جديد باسم تاني. فيوسف بيقول له طيب لو سألوك عن الجثة هتقول لهم ايه؟ فبقول له هنديهم جثة مارك، وده طبعا بعد ما نحرقها. والى هنا ينتهي الفيلم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر. سلام، اشوفكم في فيلم تاني.